هنتعرف النهاردة على قصة إسماعيل ياسين. أنا يمنى، اشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. اتولد إسماعيل ياسين في 15 من سبتمبر 1912 في مدينة السويس. نشأ في أسرة فقيرة وكان أصغر إخوتهم. عانى من فقدان والده في سن مبكرة، مما جعله يتحمل المسؤولية في سن صغير. بدأ حياته الفنية في سن مبكرة، وقرر التوجه إلى القاهرة لتحقيق حلمه في عالم الفن رغم الظروف الصعبة التي مر بها. في البداية بدأ إسماعيل ياسين كمطرب وراقص في بعض الفرق الفنية، وكان يقدم أدواراً بسيطة في الأفلام، لكنه اكتسب شهرة بعد أن دخل مجال التمثيل، حيث أجاد أداء الأدوار الكوميدية. في البداية كان يشارك في أفلام صغيرة حتى بدأ يظهر في أدوار رئيسية مع بداية الأربعينات. من أبرز نقاط التحول في مسيرته هي تلك المرحلة التي بدأ فيها تقديم سلسلة من الأفلام التي تحمل اسمه، مثل إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في الأسطول، إسماعيل ياسين في المستشفى، وغيرها من الأفلام التي كان يقدم فيها شخصية الرجل البسيط الذي يجد نفسه في مواقف فكاهية وغريبة. تميزت شخصيته بالقدرة على إضحاك الجمهور بأداء سلس وطبيعي، وكان يستعرض مواقف الحياة اليومية بشكل فكاهي يجعل الجمهور يتفاعل معها، وهذه كانت ميزة مهمة جعلت شعبيته تتسع بشكل كبير. أسلوبه في التمثيل كان إسماعيل ياسين يتميز بالكوميديا الصافية التي تركز على المواقف والحركات الجسدية، وأصبح واحداً من الأسماء البارزة في الكوميديا المصرية، وكان يعتبر أحد رواد الكوميديا في السينما العربية. وقد ساعده أسلوبه في تقديم شخصياته الكوميدية على الارتباط بالجمهور، حيث كانت أدواره تتراوح بين الرجل العادي الذي يقع في مواقف غريبة ولكنه يخرج منها بابتسامة. موقفه مع بديعة مصابني. عندما بدأ إسماعيل ياسين العمل في المجال الفني، حاول الانضمام إلى فرقة بديعة مصابني، وهي من أشهر الفرق الاستعراضية في ذلك الوقت. قوبل بالرفض في البداية بسبب مظهره غير التقليدي كممثل كوميدي، لكنه أصر على المحاولة، وعندما سمعته بديعة يقدم مونولوجاً ساخراً وافقت على ضمه إلى الفرقة، وكان ذلك بداية شهرته الحقيقية. لقاؤه بالملك فاروق. أحد المواقف الغريبة التي حدثت له هو أن الملك فاروق كان من محبيه وطلب لقاءه ذات مرة. عندما ذهب إسماعيل للقصر فوجئ بأن الملك يريد سماع مونولوج منه، فقدم له عرضاً مضحكاً مما جعل الملك يضحك بشدة ويمنحه مكافأة كبيرة. رغم الصعوبات التي واجهها، يظل إسماعيل ياسين رمزاً للكوميديا في الوطن العربي، وأفلامه شاهدة على موهبته الفريدة وروحه المرحة التي لن تنسى.